وايضا المنتج ريمون مقار منتج العمل. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. خلينا نبتدي معاك يا طارق على طول. محمود عبد العزيز ومسلسل وهيتعرض في رمضان، شفتها ازاي قبل ما تدخل على هذا العمل؟ حاجه مقلقه ومرعبه في نفس الوقت، لان اولا انا كان اول مره اسلم على الاستاذ محمود عبد العزيز، اول مره اشوفه يعني فاهم. فان انا همثل مع محمود عبد العزيز اللي انا بحبه وهذا التاريخ وهذه الخبره وهذه الموهبه، ده موضوع كان مقلق جدا. اول لقاء انا قلت له انا ليا طلب بس، يعني المشاهد اللي بينا نخليها تليفونات بلاش نلتقي يعني فاهم. بس هو شديد الذكاء على المستوى الانساني، هو فكني في 3 ثواني. هو دمه خفيف قوي كمان، فظيع يعني بجد، ساحر على المستوى الانساني بجد مش هزار يعني. وحببني فيه في 3 دقايق. فخلاص المساله فكت، ومع التعاملات بقيت لا يعني انا مستمتع، في حاله استمتاع وانا بمثل قدام الاستاذ محمود عبد العزيز. طبعا توتر شديد، بس لما بتبدا بيبقى في حاله استمتاع، لان انت مش عارف ده هيجي لك منين. يعني مش عارف هيقولها منين الجمله دي، مش عارف هيحملها ايه، فانت طول الوقت متنبه ومش محضر. يعني هتقول لمين؟ انا شفت يعني مباراه في التمثيل، انت كمان يعني بصراحه مباراه ايه بس انت يعني انت كمان في دور الشر بصراحه احيانا بتخوف يعني الموضوع معاك كان في شويه حرفه كده زياده. ما هو برضه انا بقالي شويه، بس هي مش لا ترقى المباراه، يعني الاستاذ بيلعب واحنا بنحاول نلعب جنبه. لا غريب جدا. كان في مشاهد معينه وقفت عندها في المسلسل؟ الحقيقه ناصر كاتب الشخصيه دي كل مشاهدها لازم تقف عندها، لانها مفيش مشهد عدى بجد يعني. لانه طول الوقت في المشهد الواحد في اكتر من 3 أو 4 احاسيس مختلفه. نقلات، هو بيروح في حتت وبيرجع في حتت تانية يعني طول الوقت الشخصيه دي مش ثابته ابدا، ما بتقولش معنى واحد، بتقول معاني كتيره جدا. فكل مشهد وقفت عنده. بس طبعا في مشاهد كانت رئيسيه، يعني زي مشاهدي مع الاستاذ محمود عبد العزيز، دي كانت بالنسبه لي لا بقف قوي يعني فاهم. ان شاء الله زي ما شفتوا محمود عبد العزيز اصله حدوته في حكايه حتى الكلام الانساني يعني. هطلع فاصل وارجع اتكلم بقى بالتفصيل عن دور طارق، وهتكلم عن المشهد اللي انت شفته النهارده. شفت مشهد انت دخلت عليه خوفته خالص يعني ده هو مخوف طول المسلسل مش النهارده بس. يعني انت عندك مشكله في انك شراني على الشاشه. لا شراني، ما بهزرش، ما اعرفش بيعملها ازاي دي، يعني تبقى قاعد في البيت محضر لحكايه الشر دي ولا لا خالص، لا هي بتيجي يعني بتنزل من البيت عادي صباح الخير وكل حاجه. لا طيب مش شرير. تيجي بقى قدام الكاميرا ده اطيب واكتر راجل محترم، ربنا يخليك والله العظيم 3. الراجل ده بجد شخصيه على المستوى الانساني عاليه جدا جدا جدا، وراجل محترم جدا جدا، وبقول الكلام ده قدامك ومن وراك يعني انا العلاقه بيني وبينه مش محتاج ان انا اقول له ده. وشه طلع كميه شر. ده الدور اللي كاتبه ناصر مش انا يعني. لا الدور بصراحه